أكيد تجعل الكل متحمس لهذه المواجهة الأولى. الأجواء جميلة هنا كعادة المباريات الافتتاحية. نتمنى أن تكون مباراة قوية وأن تكون متعة حاضرة في هذا اللقاء. من يحضر المباريات بشكل دائم يعرف هذه الأجواء جيدا ويعرف جمال هذه المشاهد من هذا الملعب. قوية من مبابي، كرة في المرمى، جول. يا إلهي، كرة في المرمى، ضربة أولى رائعة في هذه المباراة. هذه هي البداية التي كان يريدها، بداية قوية تعبر عن حجمه كلاعب، تؤكد قيمته، تؤكد أيضا أنه راح يقدم مباراة كبيرة وتعطي دفعة معنوية كبيرة للفريق بأكمله. توقيت مثالي للتحرك واستقبال كرة، ضرب خط الدفاع، لم يقع في التسلل. توقيت هو مفتاح هذا الهدف. والآن جاءت الضربة الأولى في هذه المباراة، 1-0 النتيجة الآن. دفاع صاحي كانت له الكلمة العليا، لم تمر الكرة البينية. اختراق الدفاع هنا، هل يضعها في المرمى والكرة في الشباك؟ الله، ما أروع هذه اللقطة، ما أجمل هذا الهدف، ما أجمل هذه الفرحة، ما أجمل هذه الاحتفالات. والتعادل يأتي، نعود مرة أخرى لنقطة البداية بعد دقائق قليلة. تمريرة حاسمة مميزة جدا هنا، هذه العرضية سهلت من مهمة الضربة الرأسية. يا سلام على قطع الكرة والإنهاء المثالي، هذه الروح والإصرار والعمل الجاد. هجمة مرتدة جاءت سريعة بعد افتكاك الكرة من الوسط، ضغط الفريق يولد الأخطاء ويخلق جاك ويلشر. تصدي رائع جدا من الحارس. جاك ويلشر ظن أنه تمكن من الحارس لكنه كان مخطئا. يحاول تمريرها من بين المدافعين، قراءة ممتازة للكرة، تميز في قراءة اللعب والتحرك لقطع الكرات. فرصة الآن مع المرتدة، فاتت ومرت وصلت إليه، والبينية تبحث عن المنطلق. ريفالدو يمر ويلعب كرة بينية، استعادة سريعة للكرة. محمد صلاح، جول لأولمبيك ليون. يا إلهي، ما الذي حدث هنا؟ انقلبت الموازين، انقلبت الطاولة، يأتي التقدم الآن. يا لها من دقة غير عادية في تسديد الكرة، يملك مهارات كبيرة بالكرة. مثل هذه الأمور يلعبها روماريو. يا له من تصدي، يا له من حارس مرمى، يا لها من ردة فعل جميلة جدا. إبداع كبير من حارس المرمى في مباراة اليوم. هل يسجل؟ تروح بعيدة عن المرمى. برشلونة قادرين على خلق المشاكل من خلال المرتدات السريعة كهذه، وأكيد أنه أمر مبهر جدا أن ترى فريق يتحول من الدفاع للهجوم بهذه السرعة الكبيرة. كوندي يبعد الكرة، مرت الكرة، كرة تصل اللاعب، عرف كيف يمر. فرصة كبيرة الآن، يا سلام على كرة في المرمى، هدف يشعل الأجواء، هدف يثير الحماس. ايش من كرة، من تألق، من أداء كبير، من ثنائية في ظرف دقيقتين. حارس المرمى غير محظوظ بالمرة هنا، لأنه بعد الإنقاذ جاءت المتابعة لتقضي على جهوده. هذه قدرات خاصة، هذه مهارات خاصة لا يتمتع فيها إلا القليل. تمركز، التموقع، سرعة. روماريو يسدد الكرة المرتدة، سحب كبير يتكرر مع ضياع الفرصة. كان يعرف أنه لا بد أن يتدخل، كان يقوم بواجبه هنا على أكمل وجه. برشلونة وركنية أولى في اللقاء. ضربة رأسية، حارس يتألق مثل الأسد اللي ينجح في الدفاع عن عرينة. نيمار يعترف هنا بروعة هذا الإنقاذ، روح رياضية جميلة في الحقيقة. بابي لديهم الفرصة مرة أخرى، محاولة جميلة لك.
نهاية الشوط الأول من هذه المباراة. تستأنف المباراة بركلة البداية للشوط الثاني. إذا ما نجح الفريق الخاسر في تذليل الفارق في وقت مبكر، هذا الأمر سيعطيه فرصة كبيرة من أجل العودة. خطيرة جدا. الله على هذا التألق، على هذا الحارس، على هذه المباراة الكبيرة اللي يقدمها الجول كيبر. يا لها من كرة ويا له من تألق ويا له من حارس. نيمار، يا لها من موهبة. شوف المتعة والفن والإمتاع. هذه فرصة. بيكهام مع فارق الأهداف أعتقد عليهم التسجيل في أقرب وقت، ولا راح تكون العودة شبه مستحيلة في رأيي. لن يكون هنالك أي طريق العودة. لعبة رائعة الآن، كرة جول. يبحث عن المرمى لكن دون جدولان. The attendance for this match was 70,987. نيمار، البينية حلوة الآن. أولمبيك ليون أفلت من المرتدة. في الوقت المناسب يتدخل روبن نيفيز بدون مخاطرة، يعود بالكرة محمد صلاح. أرنولد، بيلينغهام، ماركينوس، ريفالدو. بينية رائعة، قد تكون هذه فرصة كريستيانو رونالدو. أي تألق، أي تصدي، أي حارس مرمى. كريستيانو رونالدو، نعم حاول أن يسجل لكن واجهه حارس غير عادي، تمكن من صد هذه الكرة. ردة فعل غير عادية. تمريرة جميلة، تمريرة كانت سيئة للأمانة. لا أعتقد أنه سعيد بما حدث هنا. يحاول أن لعبة خطيرة. أي فرصة ضاعت هنا. برشلونة والركنية الثانية في المباراة. دينيلسون لم يكن محظوظا. يحاول الاستفادة من زميله في جانب الملعب. نيمار، هل يضعها في المرمى؟ سددها بشكل رائع لكنها لم تدخل المرمى. ركنية هي الثالثة اليوم. تشتيت الكرة. أولمبيك ليون يحاول أن يخلق فرصة خطيرة الآن. هذه هي كرة القدم. جميل الكرة، قوية من نيمار بعد أن